بعض الناس يعف عن أكل تفاحة تتدحرج دونه. خذ هذه التفاحة، قال أعوذ بالله قد تكون من حرام. طيب خذ التمرة، قال لازم نستأذن صاحبها. ماشي، عفيف في أكل التمر والتفاح. لكن إذا قلت له فلان قال والله ما قالت، سود الله وجهه، والله رخمه ما في خير، هذا فلان والله انه هردة من شافت عيني، ما يسوى التالية من الغنم. هو عف من التفاح لكنه ما شاء الله أكل صاحبه منديا ومضبيا، كلا كله. ثم بعد قال استغفر الله. هنا أحبابي يزين الشيطان للصالحين كبيرة الغيبة أن تذكر في أخيك ما فيه، ولكن طيب ايش المشكلة؟ هو فيه، هو كذاب وقلت كذاب، بخيل وهو بخيل، قصير وهو قصير. المشكلة أنك قلت هذا خلف ظهره. لماذا لا تقولها في وجهه؟ ما يجرؤ. ولذلك بعضهم إذا قلت أبو فلان جاء قالوا استروا ما واجهته. ما شاء الله. ليه؟ لأنه مخربها، ماكله، سالخه. ولذلك قد يزين الشيطان لنا الغيبة ولا يزين لنا المخدرات. ليه ما يزين لنا الحشيش والكبتاقون؟ قال لا، أنت رجال فاضل ورجال تصلي الله يجزاك خير ومن أهل الخير، كيف تدخن أو تشيش أو تحشش أو أعوذ بالله؟ لا بس ترى أبو فلان ما في خير. قال لي والله أبو فلان ما في خير، واستمر معه. هذه الكبيرة قد تساوي كبائر كثيرة ما فعلناها. وأذكر دعابة هنا أن رجلا كان قد أدمن الغيبة في مجلسه، وكان بعد المغرب إلى العشاء عنده جلسة لأهل الحي وخيمة جميلة، وكان يدعوهم ويعطيهم من الخير من الفواكه والنعم، وكانوا كل مرة يعلقون لهم واحد محتسبين يسلخونه سلخا على طريقة الشيطان. وبعضهم أحيانا يجيبون عالم، أحيانا يجيبون العمدة، أحيانا يجيبون واحد من شيبان الحي إلى غيره، أو واحد يتلفتون من اللي غايب فلان بسم الله علق أسلخ. فيوما من الأيام قال الواعظ لهم الغيبة من حمق المغتاب أن كل حياته بصلواته وزكاته وحجه وصيامه وبناء مساجده وسقايته للماء كلها لعدوه الذي اغتاب. والله الفضيحة، ليت هلمه أبوه ولا لا؟ والله لو هلمه أبوه نقول يعني تمشي، لكن للي ما أحبهم. فمسك أبو عبد العزيز، لا هو أبو محمد، فذهب لخيمته، فدخل على أهل الخيمة وهم قد علقوا رجلا يكنى بأبي عبد العزيز. قال يا ناس اذكروا والله الغيبة حرام، ووالله إن المطوع اللي تو خوفني اثري لي 20 سنة ولا ركعة راحة الربي رايحة اللي ما أحبهم. قالوا بس اسمع يا أبو عبد العزيز، إنما يا أبو محمد إنما كذبنا، اللي قاعدين نحشه أبو عبد العزيز أنت عارفه. قال أبو عبد العزيز ما فيه خير وبس، لكن لا تذكرونه بشر. بعد أن منع ما ألغى كل خير الله، ما مدمن. ولذلك إدمان الأكل للحوم البشرية مصيبة. وأحبابي أسألك بالله ألا تتنازل عن طاعاتك إلى أعدائك أو إلى أي أحد، لأننا والله بعضنا يقرأ كل يوم 3 أجزاء من يوم يسكر المصحف وعنا لحساب أبو محمد، عنا لحساب أبونا، يحولها الخير. هذا عداء للنفس. والله لو تجيك رسالة من البنك تم خصم من حسابك 500 ريال وانت ما نفذت عملية، ويوم جيت مع سماشر قالوا حولناها للأيتام، قال بلا أيتام بلا بطيخ، أرجع 500. 500 لا أقبل أن يتبرع بها. طيب أنت متبرع بعمرك بصلاتك بتقاك، لا تقول أن فيه. إن جريمة الغيبة جريمة الصادقين في أقوالهم الحاقدين في قلوبهم.